تخيل تكون موجود لوحدك على عوامة وسط المحيط وفي قرش ضخم مستنيك تنزل علشان ياكلك، هتتصرف ازاي؟ لو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ مع طفل صغير كان بيلعب كورة لوحده على شاطئ في المكسيك، وفجأة بيشوف خوذة ومتثبتة عليها كاميرا. ولما بيمسك الكاميرا وبيشغل الفيديوهات اللي فيها بيشوف اتنين من راكبي الأمواج وهم بيتعرضوا لهجوم شرس من قرش ضخم. فالطفل بيطلع يجري من المكان بسرعة. والفيلم بيرجع قبل يومين من الموقف ده، وبنشوف سائحة أمريكية اسمها نانسي وهي متجهة لنفس الشاطئ. ومن خلال كلامها مع السواق بنعرف إنها طالبة في كلية الطب وجاية تستمتع بأجازتها في المكسيك. وبعد شوية أخيرا نانسي بتوصل للشاطئ، وبتلاحظ إنه مكان مميز جدا وأجمل من ما كانت متخيلة. وأحلى ما في الموضوع هو إن الشاطئ بيكون خالي تماما باستثناء عدد قليل جدا من راكبي الأمواج المحليين. وبمجرد ما السواق بيسيبها ويمشي، نانسي بتلبس زي السباحة وبتجهز لوح التزلج الخاص بيها، وبتروح تنزل في المحيط وبتبدأ تجدف ناحية الأمواج. ولما وصلت لمكان بعيد شوية عن الشاطئ قابلت اتنين من راكبي الأمواج المحليين. ولما سألتهم إذا كانت ممكن تعرف منهم أي معلومات عن المحيط ده، في واحد منهم بيقول لها إن أناديل البحر اللي موجودة هنا سامة جدا، وكمان بيعرفها إن موجود هنا مجموعة من الشعب المرجانية، ولكنها مش بتظهر غير بالليل لما المد بيكون منخفض. وبعدها التلاتة انطلقوا بألواح التزلج ناحية الأمواج وفضلوا يستمتعوا مع بعض. وبعد شوية الرجالة حسوا بالتعب وقرروا إنهم يرجعوا للشاطئ. ولكن نانسي اللي جاية من أمريكا بتكون عايزة تستمتع أكتر، وبتقول لهم إنها هتفضل في المحيط شوية وبتودعهم. ولكن بمجرد ما الرجالة بتمشي، نانسي بتحس إن في حاجة بتقرب منها من داخل المية. ولحسن الحظ اكتشفت إنهم مجرد مجموعة من الدلافين اللطيفة. ولأن نانسي كانت منبهرة من شدة جمالهم قررت إنها تتبعهم وتدخل لعمق المحيط أكتر. ولكنها بعد شوية اتصدمت لما لاحظت إن المية اللي حواليها مليانة بالدم، واللي بيتضح إنه خارج من حوت ضخم ميت. ولما نانسي أدركت إن في وحوش مفترسة في المكان ده، ركبت لوح التزلج بسرعة وبدأت تجدف علشان ترجع للشاطئ. ولكن لسوء الحظ الوحش كان لاحظ وجودها وخبط لوح التزلج بتاعها ونانسي وقعت في المية. ومع إن نانسي قدرت تعوم وترجع للوح التزلج، إلا إن الوحش مسك رجلها وفضل يسحبها داخل المية. وبيتضح إن الوحش ده هو قرش أبيض ضخم. ومع إن رجل نانسي اتصابت إصابات خطيرة، إلا إنها قدرت تهرب من القرش واتسلقت على جثة الحوت وفضلت تصرخ وتطلب المساعدة. ولكن طبعا محدش بيسمعها لأنها بعيدة جدا عن الشاطئ. وفي نفس الوقت القرش بيكون مصمم إنه يقضي عليها، وبيفضل يخبط في جثة الحوت علشان يوقع نانسي، واللي بالفعل ما كانتش قادرة تقاوم وكانت على وشك إنها تقع في المية. وساعتها نانسي فضلت تتلفت حواليها بسرعة علشان تدور على أي مكان تستخبى فيه، وبالفعل بتلاقي اختيارين. الأول عبارة عن عوامة حديدية ثابتة مسؤولة عن إرشاد السفن، ولكن المشكلة إنها بعيدة جدا. والاختيار التاني هو الشعب المرجانية اللي جنبها، واللي بدأت تظهر بسبب انخفاض المد والجزر. ولكن المشكلة إنها هتغرق مرة تانية بكرة. ووقتها نانسي بتكون في حيرة، ولكنها في الآخر بتختار الشعب المرجانية لأنها قريبة منها، وبتستنى لما القرش راح للجنب التاني ونزلت في المية بسرعة وفضلت تعوم. ولكن للأسف القرش لمحها وراح وراها بأقصى سرعة، بس لحسن الحظ نانسي كانت وصلت للشعب المرجانية، واللي القرش ما يقدرش يوصلها لأنها بتكون صخور حادة ومرتفعة على سطح المية. ولأن رجل نانسي كانت عمالة تنزف وهي دكتورة وعارفة إنها لو سابتها كده هتموت، بتستخدم السلسلة اللي لابساها وبتخيط بيها الجرح. ومع إن ده بيسبب لها ألم شديد إلا إنها بتضطر إنها تستحمل. وبعد ما خلصت ربطت رجلها بزي السباحة علشان ما تتعرضش لأي عدوى. وبيجي الليل على نانسي ومفيش حاجة بتكون اتغيرت، ولكنها فجأة بتلمح لوح التزلج بتاعها وهو موجود على مسافة قريبة منها. فقررت إنها تنزل في المية بهدوء علشان تجيبه. ولكن لما بتعوم لمدة كام ثانية بس فجأة بتلمح زعنفة القرش على سطح المية، واللي بيتضح إنه لسه بيلف حوالين المكان. فنانسي اترعبت ورجعت للشعب المرجانية بسرعة. ولكن خلال المغامرة دي رجلها اتصابت مرة تانية وبدأت تنزف. وفي اللحظة دي نانسي خلاص كانت قربت تستسلم لأن الشعب المرجانية هتختفي خلال ساعات قليلة وهتغرق في المية. ولو القرش ما أكلهاش من الوارد إنها تموت بسبب جرحها اللي عمال ينزف.
بس في اللحظة دي نانسي شافت بصيص من الأمل. راجل كان موجود على الشاطئ وهو سكران، ففضلت تنده عليه بأعلى صوتها، ولحسن الحظ الراجل سمعها وبص ناحيتها. وساعتها نانسي بتطلب منه إنه يتصل من تليفونها اللي في الشنطة برجالة الإنقاذ. وبالفعل الراجل بيروح ناحية الشنطة، ومن الواضح كده إنه هيساعد نانسي وهتخرج من هنا أخيرا. ولكن لما الراجل فضل يدور في الشنطة، امتلكوا الطمع أول ما لقي فلوس كتير، وقرر إنه ياخدهم وياخد التليفون. ولما لمح لوحة تزلج بتاع نانسي موجودة على سطح المية، قرر إنه ياخده هو كمان ونزل في المحيط علشان يجيبه. وعلى الرغم من سرقة الراجل لنانسي قدام عينيها، إلا إنها بتفضل تحذره إن في خطر. ولكن الراجل مهتمش لكلامها وفضل يعوم لحد ما وصل للوحة تزلج. ولما أخده وكان على وشك إنه يرجع للشاطئ، فجأة القرش هجم عليه وأنهى وجوده تماما. ونانسي اللي شافت المنظر الصعب ده بدأت تتأكد إن خلاص مفيش أمل. وتاني يوم الصبح، نانسي صحيت من النوم على موجة من المياه، وده معناه إن المد والجزر ارتفعوا والشعب المرجانية هتغرق بالكامل. ومطلوب من نانسي دلوقتي إنها تلاقي طريقة للهروب في أسرع وقت. وفي اللحظة دي راكبي الأمواج اللي كانوا مع نانسي امبارح بيوصلوا للشاطئ، ولما شافوها على الشعب المرجانية ركبوا ألواح التزلج بتاعتهم علشان يروحوا لها بسرعة. ومع إن نانسي بتقول لهم إن في سمكة قرش في المكان، إلا إن الرجالة بيعتقدوا إنها بتهزر وبيكملوا سباحة. ولسوء الحظ في اللحظة دي القرش القاتل خرج من المية وهجم على واحد فيهم وأنهى حياته. وساعتها الراجل التاني اترعب وفضل يعوم بسرعة ناحية نانسي، وبالفعل قدر يوصل لها. ولكن قبل ما نانسي تشده لفوق، القرش بيسحبه لتحت المية وبينهي حياته هو كمان. وساعتها نانسي بتكون في قمة الحزن على موتهم، ولكنها بتكون عارفة إنها لازم تتماسك وتكون قوية لو عايزة تعيش. وفي اللحظة دي نانسي بتلمح جنبها خوذة واحد من راكبي الأمواج اللي ماتوا ومتثبت عليها كاميرا. فنانسي بتاخدها وبتسجل عليها فيديو استغاثة، وبعد ما بتخلص بترميها في المية مرة تانية، على أمل إن الطيار يحدفها للشاطئ وحد يشوف الفيديو ويجي يساعدها. وبنعرف إن دي نفس الكاميرا اللي الطفل شافها في أول الفيلم. ولما نانسي لاحظت إن الأمواج العالية بدأت تضرب الشعب المرجانية واللي بدأت تختفي تدريجيا، ما كانش قدامها حل غير إنها تنزل في المية وتروح تستخبى في العوامة الحديدية. وعلى الرغم من بعد المسافة إلا إنها لازم تتحرك، ولكنها برضو بتكون مترددة لأنها خايفة من القرش. وفي اللحظة دي لما نانسي بتشوف مجموعة من أناديل البحر موجودة في مكان قريب، وقتها بتفتكر كلام راكبي الأمواج لما حذروها من الأناديل دي لأنها سامة. ولكن نانسي فكرت في حاجة مختلفة تماما، نزلت في المية وفضلت تعوم بين الأناديل السامة بدون ما تلمسها، واستخدمتها كدرع واقي ضد القرش. وبالفعل الخطة بتاعتها بتنجح، والقرش مش بيقدر يقرب من أناديل البحر لأنها سامة. وبعد شوية أخيرا نانسي بتوصل للعوامة الحديدية، ولكن وأثناء ما كانت بتتسلق عليها، المقبض اللي ماسكة فيه اتكسر ونانسي وقعت في المية. وفي اللحظة دي القرش بيكون وصل لها، ولما كان على وشك إنه يهجم عليها، نانسي بتقدر تطعنه بالحديدة اللي معاها وطلعت للعوامة بسرعة. ولما فضلت تدور فيها لقيت مسدس إشارة ضوئية، فضربت طلقة إشارة في السماء لطلب المساعدة. ولكن من الواضح إن مفيش حد شافها لأن مفيش حد في المكان. وفي اللحظة دي القرش كان عدواني جدا واستمر في ضرب العوامة الحديدية بكل قوة. ولما نانسي أدركت إن كلها ثواني وتغرق، فكرت في فكرة تانية بسرعة. أول ما لاحظت إن جثة الحوت بدأت تسرب زيت قابل للاشتعال، ضربت طلقة الإشارة الضوئية اللي فاضلة معاها على الزيت ده، فحصل انفجار كبير والنار مسكت في القرش. ولكن القرش فضل يكافح ونزل في المية بسرعة وقدر يطفي النار اللي في جسمه. ومن الواضح كده إن مفيش حاجة ممكن توقف القرش. وفي الوقت ده بنشوف مشهد الطفل اللي ظهر في أول الفيلم لما لقي الكاميرا واتفرج على فيديو هجوم القرش على راكبي الأمواج. ولكن اللي ما ظهرش في المشهد إن الطفل اتفرج على فيديو الاستغاثة بتاع نانسي برضه، وإنه طلع يجري علشان يشوف لها أي مساعدة. وبنرجع للقرش اللي بيروح يخبط في العوامة الحديدية مرة تانية لحد ما بيوقع الهيكل الرئيسي بتاعها. وساعتها العوامة الحديدية بتفقد توازنها وبتميل ناحية المية. ودلوقتي نانسي بتكون مستخبية بين الحديد اللي في العوامة، ومش بيفصلها عن القرش غير قطعة حديد صغيرة. وأول ما نانسي بتشوف المرساة اللي مثبتة العوامة الحديدية في قاع المحيط،
واللي بتكون مكونة من مجموعة حديد مدبب من الطرفين بتفكر في خطة مجنونة. وعلى الرغم إن الخطة دي خطيرة وممكن تكون السبب في موتها، إلا إن دي هي فرصتها الأخيرة للنجاة. بتستغل انشغال القرش بضرب العوامة الحديدية، وبتخرج منها بسرعة وبتروح تفك سلسلة المرساة عن العوامة، وبتستنى لما القرش يقرب منها وبتسيب السلسلة من إيديها. فالحديد المدبب اللي في طرف المرساة بيخترق جسم القرش بالكامل وبيموت في الحال. وفي الوقت ده الطفل المكسيكي بيكون جاب أبوه علشان ينقذ نانسي، وبنكتشف إن أبوه هو نفس السواق اللي وصل نانسي للشاطئ. وأول ما الراجل بيشوف نانسي وهي مرمية على الشاطئ ومش بتتنفس، بيروح بسرعة يعمل لها إنعاش. ولحسن الحظ نانسي فاقت وطلعت لسه عايشة بعد رحلة مليانة بالتجارب المؤلمة. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.